انت ممكن يتهيأ لك ان كل الاي اي مودلز بتتدرب شبه بعض، انما في الحقيقة كل واحد بيتدرب بشكل معين عشان يخدم هدف معين. اوضح مثال على النقطتين دول هو السوبرفايزد والانسوبرفايزد. دول طريقتين مختلفين تماما في تعليم الاي اي. في السوبرفايزد ليرنينج انت بتدي الاي اي موديل معلومات منمقة وواضحة بالاجابة بتاعتها اللي بنسميها الليبلد داتا، عشان يبدأ يفهم العلاقات المنطقية ما بين الانبوت والاوتبوت اللي انت مديهم له. مثال على كده الجيميل سبام فلترنج، اللي بيكون متعلم ان هو يفرق ما بين الايميل السبام والنوت سبام اللي احنا بنسميه هام. وممكن مع الوقت كمان يتعلم النمط بتاعك وايه الرسائل اللي بتزعجك فيبدا يحطها اوتوماتيكلي في السبام. اما بقى الانسوبرفايزد فهو انك بتغذي الاي اي بالداتا من غير ما تعرفه الليبل بتاعها، وهو بيبدا يستنتج العلاقات والاختلافات ما بين الداتا دي وبعضها، وممكن كمان ان هو يقسمها لمجموعات. مثال على كده خاصيه الكاستمر سيجمنتيشن اللي بتبقى موجوده في السي ار امز، وهي بمجرد ان هي تبص على المبيعات بتاعت كل كاستمر تقدر تقسمهم لمجموعات من غير ما انت تتعب نفسك وتديها البيانات مين اشترى منتج واحد مين اشترى كذا منتج. هي بتعرف تطلع العلاقات دي لوحدها، وبناء على كده تقدر تغير خطة التسويق بتاعتك وتختار الادارات المناسبة عشان تقدر تتعامل مع كل فئة من دول. لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن كورس الداتا ساينس اند ماشين ليرنينج سيب لنا كومنت بكلمة مهتم وهنبعت لك التفاصيل.